السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل احلى اكلة بنص كيلو لحمة بس تكفيكي انت والعيلة، وكمان تشرفك لو عملتيها في اي عزومة. وهقولك على تركاية تزوديها بتنقل الطعم لمكان تاني خالص. تعالوا نشوف هنعمل ازاي مع بعض صينية اللحمة الخطيرة دي. ريحتها هتقلب البيت عندك وتجنن جيرانك كمان. بس كالعادة ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش كمان لايك وشير للفيديو. أول حاجة هنجيب حوالي 3 أو 4 بصلات كبار ونقطعهم جوليان، بس تكون التقطيعة سميكة شوية عشان تاخد تسوية اللحمة. حطيت عليها نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر والبهار المشكل والملح، وحوالي 7 فصوص من الحبهان. الحبهان بيعطي طعم تحفة للصينية وورق لورا. هنقلب كل المكونات دي مع بعضها وندعك البصلة حلوة قوي لغاية ما تنزل ميتها. ادعكيها حلو، الخطوة دي بتنقل طعم الصينية لحتة تانية خالص. صدقوني الخطوة دي مهمة، سواء بتعملي صينية بطاطس عادية أو تعملي صينية فراخ أو تعملي صينية لحمة. البصل بينزل الجوس والسكر اللي فيه، بيعطي طعم حلو جدا للأكل. فأنا دايما بعتمد الخطوة دي لأنها بجد مميزة، وبتكون كده مميزة الأكل بتاعك إن انتي تدعكيها وتنزلي المية اللي فيها. بعد كده زودتها حوالي طماطميتين كبار مقطعاهم مكعبات كبيرة بالشكل ده عشان تستحمل سوى اللحمة، وكمان الخضار اللي هنزوده بعد كده نزلت عليها بفصين توم مفرومين ناعم، ونزلت عليها بقطع اللحمة. انا مستخدمة هنا زي ما قلت لكم نص كيلو من اللحمة. هقلب كله كويس كده مع بعض علشان اللحمة تتبل وتاخد ريحة وطعم البصل، وكمان البهارات بتاعتي. انا اللحمة بتاعتي زي ما انتوا شايفينها كده بدون دهون، ما فيهاش يعني دهن. لو انت بقى عندك قطعة دهنة حابة تزوديها ممكن تزوديها، ولو اللحمة بتاعتك ذات نفسها ملبسة وفيها دهون طبعا دي بتبقى خطيرة وبتنقل الصينية وبتعطيها طعم خطير جدا. فالنوعية اللحمة اللي انت هتستخدميها حسب ذوقك انت. لو انت عاوزة تاكلي صينية اللحمة كده زي ما بناكلها في الأفراح، هتدخليها الفرن زي ما هي كده وتزودي على وشها معلقتين زيت وتغطيها بالفويل. لكن بما اننا عاوزين نمشي الحال ونعمل كمية كبيرة من الاكل للاولاد ياكلوا ويشبعوا ونزود كمية الصينية كده، هزود عليها حلقات من الفلفل الاخضر، ولو عندك حار ممكن تضيفيه، وبطاطس وجزر التقطيعة كلها واحدة زي ما قلت لكم. يعني حاولي تقطعي التقطيعة كلها تكون متساوية زي ما انتوا شايفين كده. انا مقطعة كله زي بعض علشان الخضار والطماطم اللي انا زودتها تاخد تسوية اللحمة والخضار ما يتهراش معايا بسرعة. يعني حاولوا تقطعوا الخضار التقطيعة بتاعته تكون سميكة شوية زي ما قلت لكم. وهنا بقى نزلت بكوباية من عصير البرتقان، ودي التركاية اللي بقول لكم عليها. زودوا على صينية البطاطس باللحمة عصير برتقان، بيعطيها مزازة وبينقل طعمها لمكان تاني خالص. جربوا التركاية دي واحكموا بنفسكم. بعد كده زودتها على الوش كده، على وش الصينية زودت زيت زيتون، لان احنا في البداية خالص ما حطناش دهون، وكمان اللحمة بتاعتي ما فيهاش نسبة من الدهون. فزودتها كده حوالي ربع كوباية من زيت الزيتون على وش الصينية. بعد كده غطيتها بورق زبدة، ومن عليه الفويل. حكمتها كده وقفلتهم كويس بورق الزبدة والفويل علشان اللحمة والخضار يستووا على البخار. وبكوباية عصير البرتقان اللي أنا مزوداها دخلتها فرن سخن. أنا مسخنة الفرن قبليها ب10 دقايق تقريبا.
حطيتها أول ربع ساعة على نار عالية، وبعد كده هديت النار خليتها متوسطة. لما كملت سواها خرجتها وشلت ورق الزبدة والفويل. حسيت بصراحة ان شكلها كأنها زي اللحمة والخضار المسلوق، فما حبيتش شكلها كده. فتحت عليها الشواية تاخد لون خفيف زي ما انتوا شايفين كده، يعني ما سبتهاش كتير تحت الشواية، يدوب خدت لون خفيف. وما شاء الله ده كان شكلها حقيقي مش مبالغة. ريحتها قد ايه خطيرة، ريحة البرتقان مع التوابل مع اللحمة والخضار، والله العظيم بجد تجنن. ريحتها قلب الشقة عندي. وكمان ما شاء الله كل حاجة واخدة السوى المظبوط، سواء الجزر ولا البطاطس، لان زي ما قلت لكم انا مقطعة الخضار قطع سميكة تستحمل السوى بتاع اللحمة. زي ما انتوا شايفين كده الخضار طالع زي ما هو، مش مهري معايا، ولا ان هو مثلا اللحمة اللي اخدت سوى زيادة وكده، لا كله استوى في وقت واحد. وكمان اللحمة دايبة خالص، واخدة حقها في السوى جدا. والريحة قد ايه خطيرة. عاوزة اقول لكم ان الاولاد كانوا بيقولوا لي يا ماما حد يحط برتقان في صينية البطاطس مع اللحمة، بس لما دقوها وشموا الريحة فضلوا يقولوا لي يعني ماما احسن شيف في الدنيا، وكانوا مبسوطين جدا من طعمها. ربنا يا رب يخلوهم ليا ويخلوا لكم اولادكم. وبس كده، ده كانت صينية البطاطس اللي احنا عملناها مع بعض. يا رب تعجبكم، عاوزاكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. واتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم. دمتم بخير.